هاد الوصفه مستحيل ما تجربوها. كيفاش ديروا ابان بيوري تاع بطاطا مع لي كويس تاع الدجاج طايبين غير في المقله بلا حتى قطره تاع ما بواحد التتبيله والبنايه خاوتي لازم تجربوها. اول حاجه في طاجين نحطوا البطاطا اللي كنت قشرتها وغسلتها وقطعتها دوائر ونضيف عليها الماء، زوج ورقات تاع رنفس تاع الثوم وشويه تاع الملح ونخلوها حتى تطيب. بالنسبه للتتبيله تاع الدجاج غنخليكم كامل المكونات اسفل الفيديو بالتفصيل. راح ندير توابل، نضيف الثوم، طماطم مصبره، لا موتارد والعسل هو اللي يعطيكم هذيك التحميره الشابه، ونضيف قطعه تاع زبده حوالي ملعقه كبيره. نخلطوا كل شيء مع بعض ونروحوا نجيبوا لي كويس تاع الدجاج. تقدروا تستعملوا اي منطقه في الدجاج تحبوها، تقدروا تخلوا الجلده كما تقدروا تنحوها. انا بالنسبه لي ما نحيتش الجلده باش الفخذ هذاك ما ينتحليش بعد ما يطيب. نغلفوا هذوك الكويس مليح بالتتبيله ونخلوهم يريحوا. تقدروا ديروهم صباح كما تقدروا طيبوهم مباشره. نحطوا شويه تاع زيت في مقله ونقلوا هذوك الافخاذ تاع الدجاج تاعنا. وما تنساوش تضيفوا التتبيله اللي بقات لكم. خليهم مليح من الجهه الاولى كي يتحمروا نقلبوهم على الجهه الثانيه. وكنت وجدت حبه تاع بصل اللي كنت قطعتها جوانح راح نضيفها هكذا، وراح نضيف انا ثاني شامبينيون اختياري تقدروا تعوضوه بالطوماط. عصره نص حبه تاع ليمون ونقصوا عليه النار كامل تكون قليله وغطوا عليه وخلوه يطيب في غردو. بالنسبه لابيوري كي طيب البطاطا راح نضيف لها جبن تيب توب الغني عن التعريف. راح نستعمل اليدام يزيد لكم بنه هايله في لابيوري تاعكم. وثاني هذا الجبن سون كونسيرفاتور سون اميدون وبزاف بنين يعني جبن حقيقي. زيد ثاني شويه تاع الزبده. واذا شفتوا القوام تاعكم جاكم ثقيل ضيفوا الحليب اللي يكون ساخن وبقاو تضربوا بالباطور حتى تحصلوا على هذا القوام. شوفوا لي هذاك الدجاج كيفاش طاب يطيب الزبده ويطلق لكم واحد لاصوص بزاف بنينه سيرتو مع الشامبينيون والبصل. ننصحكم تجربوا. ونقدموا الطبق تاعنا. هذه الوصفه ما تنساوش تجربوها وتبارطاجوها.